بتدعي بأدعية كتيرة قوي كل يوم، وبتقول يا رب استجيب لدعائي، ولسه لغاية دلوقتي ربنا ما استجابش دعائك. ما تتضايقش ولا تحزن. في الفيديو ده هقولك ليه ربنا سبحانه وتعالى بيأخر الإجابة. بس أهم حاجة يكون عندك يقين من جواك وحسن ظن بالله، وتكون متأكد إن ربنا سبحانه وتعالى استجاب لكل دعواتك. ركز معايا في الفيديو ده عشان هيفرق معاك كتير. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ولي المتقين، الحمد لله العزيز الحميد، المحصي المبدئ المعيد، أحق من عبد وأكرم من سئل، وأجود من أعطى وأرأف من ملك. لا يطاع إلا بإذنه، ولا يعصى إلا بعلمه. يطاع فيشكر، ويعصى فيغفر. القلوب إليه مفضية، والسر أمامه علانية. ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. والصلاة والسلام على البشير النذير، السراج المنير، ورحمة الله للعالمين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه وأمهات المؤمنين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. لماذا يؤخر الله الإجابة؟ لأن الله عز وجل لا يؤخر شيئا عبثا، وإنما يؤخر الإجابة ليختبر صدقك ويطهر قلبك، ويريك أن الإجابة ليست دائما في المنح، بل أحيانا في المنع، دون أن تشعر كم من دعاء تأخر فكان التأخير هو الرحمة بعينها، وكم من أمنية لم تتحقق لأنها كانت ستبعدك عن طريق الله. فلا تحزن ولا تيأس. الله سبحانه وتعالى يسمعك من أول لحظة، وقبل أن تتكلم فهو يسمعك، لكنه يمهلك حتى تنضج، وحتى تقترب منه سبحانه وتعالى، وحتى تتعلم أن الرجوع إليه أهم من تحقيق الأمنية. لا تظن أن الله ينساك، هو فقط يرتب لك ما هو أنسب لقلبك، ويرتب ما هو أنسب لحياتك ولآخرتك. فالتأخير ليس حرمانا، بل إعدادا لنعمة تليق بك. فحين يتأخر استجابة الدعاء ويتأخر الفرج، لا تقل يا رب تأخرت الإجابة، بل قل يا رب أعلم أنك تدبر لي الخير في الوقت الذي تريده أنت، لا في الوقت الذي أريده أنا. فثق بالله سبحانه وتعالى، لأن الله لا يؤخر الإجابة إلا ليمنحك ما هو أعظم منها: راحة في القلب، وسكينة في الروح، وطمأنينة لا تزول. فثق بالله سبحانه وتعالى بأنه سيستجيب لكل دعواتك، ويعطيك ما تحتاجه في الوقت الذي يريده، لا في الوقت الذي تريده. فثق بالله سبحانه وتعالى، وقل يا رب، واصبر واحتسب، وبإذن الله سبحانه وتعالى ستستجاب كل دعواتك. شكرا للمشاهدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.